الخلطة او الوصفة اللي قلبت السوشيال ميديا على مستوى العالم كله. لو جيتي تفتحي في اي وقت وتشوفي اشهر الحاجات الترند الفترة دي هتلاقيها ان الوصفة دي تعتبر تقريبا الترند الاول في العالم في تطويل الشعر وتكثيف الشعر ومنع تساقط الشعر، وتعتبر حاليا اقوى بديل ممكن تستخدميها وتغنيكي عن حاجات كتير للشعر زي الكبسولات او السيرم او اللوشن او اي خلطة ممكن تعمليها. هي تعتبر اقوى حاجة حاليا وكمان مثبتة بالنتائج الفعلية مع عدد كبير جدا من الناس. وصفة النهاردة هنستخدم فيها إكليل الجبل أو الروزماري. إكليل الجبل مثبت علميا وبالأبحاث إن هو بيساعد جدا على منع تساقط الشعر وتطويله، وده لأنه بيحتوي على حمض مهم جدا اسمه حمض الكارنوسيك. الحمض ده بيساعد على شفاء النهايات العصبية الموجودة عندك في فروة الراس، ودي من أكتر الحاجات اللي بتكون فارقة جدا. خلوا بالكم إن معظم الناس بيعانوا أصلا إن الدورة الدموية مش بتبقى واصلة لفروة الراس. هو بقى بيساعد على علاج الأنسجة وشفاء النهايات العصبية، وبالتالي بيساعد على زيادة نمو الشعر وزيادة طوله ومنع التساقط بتاعه. حتى ان اشهر الدراسات اللي اتعملت على اكليل الجبل وجدوا ان هو ليه تأثير قوي جدا مشابه لتأثير الادوية اللي الناس بتستخدمها لما تكون مثلا مصابة بداء الثعلبة او داء صلع وراثي، يعني حاجات اصلا بتكون الفروة فيها فاضية ما فيهاش ولا شعرة. طيب تعالوا دلوقتي نعرف هنعمله ازاي بالخطوات بالظبط، وخدوا بالكم لان في طرق كتير جدا في السوشيال ميديا عن الموضوع ده، لكن الطريقة اللي هعملها معاكم في حلقة النهاردة هي فعلا الطريقة اللي المقادير بتاعتها والمكونات بتاعتها مظبوطة 100%. اول حاجة هنحط 3 كوبايات من المية، واهم حاجة ان احنا نسيب المية تغلي شوية. بعد ما المية غلت هنبدأ نستخدم الروزماري بتاعنا. انا هنا بستخدم الروزماري او اكليل الجبل الجاف، يعني هنا مش بستخدم الفريش، لا بستخدم الجاف العادي شكله زي ما انتوا كده شايفين. هبدأ احط منه 3 معالق كبيرة، والمعيار ده مهم جدا انك تظبطيه بحيث انه يعني لكل كوباية من المية هيكون فيه معلقة كبيرة من الروزماري. المكون التاني اللي هستخدمه وهو القرنفل. القرنفل من الحاجات الممتازة اللي بتعزز نمو الشعر، بتعالج قشرة الراس، بيعالج التهيج بتاع فروة الراس، وبيقلل تساقط الشعر. هستخدم منه نص ملعقة كبيرة على ال3 معالق بتوع الروزماري اللي انا حطيتهم. هقلب الحاجات كويس مع بعض واوطي النار واسيب كل الحاجات دي تغلي لمدة ربع ساعة. بعد ما خلصنا الربع ساعة هنطفي النار، نقلب تقليبة خفيفة ونسيب الوصفة دي كده ترتاح لمدة نص ساعة. وبعدين لو عندك اي ازازة بخاخ فاضية في البيت تغسليها كويس بحيث انها تكون جاهزة للوصفة دي. طبعا هو خفيف جدا لما ترشيه، يعني كأنه برفيوم. هتبدأي ترشي منه على كل الفروة بتاعة شعرك لغاية لما تغطي الفروة كلها. بعدين بإيدك كده في حركة دائرية هتبدأي تعملي تدليك لمدة 10 دقايق للفروة كلها. الوصفة دي هنستخدمها كل يوم مساء. قبل ما اختم الحلقة خليني اقولك على 3 حاجات. لو كان عندك تحسس بشكل عام من اكليل الجبل او الروزماري يبقى الوصفة دي مش هينفع معاكي. تاني حاجة انك تحاولي تماما تتجنبي ان هو يجي على عينك لان ممكن يعمل رد فعل تحسسي، ولو حصل فانك تشطفي العين بكمية كبيرة جدا من الماء البارد. واخر تحذير انه ما ينفعش تستخدمي الوصفة دي لو كنت حامل او مرضع، لان لحد دلوقتي ما عندناش ادلة كافية عن سلامة استخدام زيت اكليل الجبل اثناء فترة الحمل او الرضاعة. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، واهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.